حملت راية فلسطين. هل تشاركنا مشاعرك في هذه اللحظة؟ وهل ستكررها مرة أخرى غدا إن تفوقتم على الأرجنتين؟ طبعا، ورحب بالشعب التركي كله. فكل واحد ليه مشاعر، وكل واحد إذا وجد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما يبقاش بني آدم. ما يبقاش بني آدم أيا كان بقى، إذا كان الشخص ده عربي أو أوروبي أو أمريكي أو أي حاجة. إحنا في حالة. إحنا دايما حتى الشعوب اللي في أوروبا وفي العالم وفي أمريكا، لو في حيوان حد قاسى عليه أو أذاه، بتطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن انت لما كل يوم يطلع بني ادمين كل بالالافات يتقتلوا، واطفال وستات، ولما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا، واطفال وشعوب قاعده في خيم في الشتاء وفي الصيف والشمس. احنا لما يكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين ورا، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراة، يعني اطفال. ما بيصعبش علينا الاطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا، اللي هم فيه المرض والوباء اللي ممكن من قله الاكل ومن قله النوم من قله العيش. فانا لو ما حسيتش كبني ادم يبقى انا ماليش لازمه ان انا اعيش، او اي بني ادم على وجه الارض ما حسش باللي بيحصل في فلسطين، بغض النظر عن هو مسلم مسيحي يهودي، يبقى مش بني ادم، ما ينفعش يعيش. واذا اصرينا ان احنا نغمض عينينا ناخد قرار، واللي في الناس اللي في ايدها القرار تحط نفسيها وتحط ولادها ان هم يقعدوا يوم واحد بس، حتى يقعدوا في الشارع في الشمس وفي المطر وفي الساعه، يقعدوا بس كده يجربوا هيعيشوا ازاي. يعني احنا لما بيحصل سيول هنا في الجو ولا في بتاع، الناس بتتدارى وتجري، لكن السيول بتحصل في غزه وبتحصل في فلسطين، والناس مش لاقي حاجه تتدفى بيها ولا حد المطر ولا لاقي الشمس تروح. فانا بقول عار علينا كلنا، عار على العالم كله، مش الوطن العربي بس ولا افريقيا، لا، عار علينا كلنا، وعار على اصحاب القرار اللي سايبين بني ادمين زينا زيهم. احنا احنا كلنا زي بعض، لينا عينين ووش وراس وجسم يعني الناس دي عادي جدا. النهارده في 1000 و2000 3 4000 وقعوا اتضرب في صاروخ عادي ماتوا. واحنا هنا الشعوب كلها بما فيهم اوروبا وامريكا بنبص على حاجه تانية، احتمال ممكن يكون الناس بيوروا لهم صوره تانية خالص، بغض النظر عن الاديان. احنا بنتكلم لما بتتعاملوا مع الحيوانات، لما الحيوان يتاذي، لو في فيديو جه مثلا حد اذى واحد حيوان في الشارع، كلنا هيخش لازم يتسجن لازم يتحاكم. طب اللي بيقتل الناس، طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل ناس، بغض النظر عن الديانات، بغض النظر عن الديانات. انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود. انا شعوري اللي طلع من نفسي كده، لاني انا بني ادم، انسان زي الناس اللي بتموت، زي البني ادمين اللي بتموت. انا انسان قبل ما اكون هويتي ايه وديني ايه، او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان. فان شاء الله يعني صدقوني انا شكرا. فانا رساله من خلال كره القدم، القوه الناعمه في العالم، ارجوكم كل الرياضيين وكل الاعلاميين بمختلف اديانتهم بمختلف دولهم، يمكن خلال كاس عالم نبعت رساله، نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش. هم مش عايزين حاجه، يعيشوا بس. فلو سمحتوا من خلال الاعلاميين المحترمين الرياضيين، عادي زي ما احنا بنعمل شعار الفيفا يقول لك ريسبكت والفير، فاحنا عايزين فير في حياه، وعايزين ريسبكت البني ادم، عايزين ريسبكت ان البني ادم يعيش، وعايزين فير ان في شعوب تعيش. بس ده كل اللي انا بقوله. اتفضل.